المشلتت من أجمل المخبوزات إن الواحد يحب يشم ريحتها في البيت، ما بالك بقى لما يعملها. هتعملي النهاردة المشلتت في الطاسة بدون فرن بطريقة حلوة قوي وبأكتر من طريقة للفرد، مش هتاخد منك مجهود. قد إيه طري هش مورق، بصوا عامل ازاي، هو مشلتت صح، مفيش حاجة لايقة على الاسم غير مشلتت. قدميها بقى. هعمله كمان، عايزة أقول لكم هحشيه، هيبقى عندي مشلتت مالح ومشلتت حلو، يعني طريقتين وابداعي بقى. لو انت عندك حاجات جاهزه اقدري اعملي اللي انت عايزاه. بصوا بقى الحشوات، يا الله، الواحد ايه ما كانش عارف يقاوم ياكل ايه ولا ايه حقيقي. المشلتت ده طبقات طبقات، مورق وخفيف. وطبعا زي ما انتم شايفين عملته في الطاسه. اقول لكم تابعوني على قناتي دي وقناتي التانية وصفحتي على الفيس. عايزه اقول لكم ان المشلتت ده حرفيا ما بياخدش اكتر من 3 دقايق في التسويه، حقيقي حتى 3 دقايق دول كتير. نزلنا على الدقيق بذره من الملح وبيكنج باودر والسكر العادي بتاع المشروبات بتاعتنا. هننزل بميه دافيه او فوق الدافيه بشويه، تمام، بس ما تكونش بتغلي، ماشي. وشغلنا عليها المعجن ونزلنا هنا بالزيت. هننزل بمعلقه او معلقتين زيت على حسب ما انت هتعملي على الكميه. انا عملت كميه كبيره، هسيب لكم مقادير كميه صغيره وضعفوها. انا كل مره اعمل كميه صغيره ومخبيش عليكم، اندم اني ما زودتش. المره دي قلت لا لازم ازود. هنا بقى بصوا العجينه عامله ازاي، تحطي صوابعك فيها تبان، تعرفي ان هي كده تتسد. بقت عجينه حلوه قوي قوي قوي. غطيت عليها وكان عندي شويه كنافه من رمضان لسه شغالين، ما تقلقوش. قطعتها ونزلت عليها بالزبده وعلى درجه حراره تحت المتوسط، فضلت اسويها وهي لونها احمر. نزلت بقى عليها بشويه سيرب، السيرب بتاع الحلويات، وقلبتها كده مع بعض. ونزلت بالزبيب، اي نوع زبيب، عايزه تحطي مكسرات حطي. كانت في الفتره دي العجينه بتاعتي ارتاحت شويه، في الفتره اللي انا سويت فيها شويه الكنافه. هروح مقطعها على شكل دوائر صغيره، طبعا اختياري، تقدري تمسكي العجينه تقسميها نصين وتفرديها على 2 وتبدلي وتوزعي بقى زي ما انت عاوزه، اللي هي الطريقه القديمه اللي احنا عملناها اكتر من مره. الفطير ده حكاية. بعد ما كورته بالشكل ده دهنت وشه زبدة وغطيته بالبلاستيك وسبته يرتاح. وهبتدي بقى بأول واحدة اشتغلت عليها، هي أول واحدة أفردها. بس أنصحك إنك بعد ما تقطعيه تسيبيه يرتاح شوية. قولي لي، عشان اول لما بتسيبيه يرتاح شويه بيبقى سهل عليك انك تفردي، مجرد انك تحطي ايدك عليه كده ما ياخدش ثانيتين بالظبط، يكون الفطيره كلها العجينه كلها اتفردت بالشكل اللي انت عايزاه. في حاجه كمان عايزاكي وانتي بتفردي العجينه تمسكي الحروف تضغطي عليها بصوابعينك كده، تمسكي صوابعك وتضغطي عليها تفرديها على الترابيزه اللي بتشتغلي عليها. هنا نزلت بالكنافه في النص وقطعتي كده اي تقطيع عشوائي، المهم تخلي بالك، تمام. يعني مش هو ما تعمليش مقاس، لا، وتروحي ماسكاه كده وانتي بتمسكيها تفرديها، بصي ايوه كده. تفردي بقى عشان لو هي تخينه تروحي انتي وانتي فردها تعمل استرتش معاكي. بصي ادي دي طبقه في طبقه في طبقه في طبقه، شوفي هاو ماني كام طبقه حاطينها، عايزه اقول فوق بعض، بصي. وبعدين تفضلي بقى كده تظبطي ايدك وعينك مع بعض. بكرر تاني، الحروف يا جماعه هي دي اللي بتخلي الفطير مجلد او دراي. ازاي؟ لازم تضغطي عليها عشان هما مش بيفردوها، الفطاطري بيمسك الحروف يقطعها وهو بيعمل لك الفطير قبل ما بيدخلها على التسويه، بعد ما بيحط الحشوه، تمام، بيروح قاطع لك الحروف عشان الحروف بتبقى ناشفه وهو ما فردهاش كويس. هنا وانت بتفردي بتحطي زبده او زيت اللي يعجبك، المشلتت معروف بيحب السمن البلدي، فايه اسمها ايه، زودي بقى يعني ابدعي. بصوا لو العجينه اكبر من كده هتفرد معاكي اكتر من كده، ولكن العجينه صغيره. بعد ما فردنا اول واحده وحطينا فيها الكنافه، رحنا طبقناها بالشكل ده ورحنا حطيناها هنا. حطينا هنا بقى ايه اللي هي الطبقه اللي من تحت، شلناها زي ما هي. الطبقه اللي من تحت كانت طبقه واحده بس، ومن فوق فضلنا نعمل طبقات طبقات. دلوقتي قلبناها عشان تبقى الطبقات اللي فوق قد اللي تحت، وتبقى حشوه الكنافه في النص، تمام. خلي بالك يا رب يكون انا شارحه صح، احسن تبهدلي الدنيا. مش معقوله بعد ما نعمل مشلتت ما ناكلهوش. بصي عامله ازاي. اذا تاني الطبقه بتاعت الكنافه، حطينا كنافه في النص في اول طبقه الاول صح، ولفينا وحطينا ورقه في التانية في التالتة اللي هي اللي احنا قطعناها، فهتبقى من تحت ورقه واحده
فنروح نخلي بالنا اللي من تحت دي ما ينفعش تفضل طبقة واحدة، ففي الفطيرة العجينة التانية نحطها ويبتدي نحط واحدة فوق التانية بالشكل اللي انتوا شفتوه. هنا بقى هشغل في السادة. بصي بقى تقدري هنا تحطي اي حشوة تاني، بس انا عايزاها فاضية عشان انا عايزة اكل فطير مشلتت فاضي، فهماني؟ اكيد فهماني. عايزه اكل فطير كده اقطعه كده واشم ريحته واشوفه هو متورق طبقات طبقات. رحت فردتها وقطعتها بشكل شفتوه وشلتها على جنب. فردت واحده تانية وحطيتها دلوقتي في النص اللي هي الاولانيه، وهبتدي بقى احط واحده عليها، واحده تانية، وتالتة، ورابعه، شفتوا؟ خمسة، ستة، وهجيب الكبيرة اروح مغلفة الوش كله مع بعض. غير بقى وشوفوا 6 طبقات 7 طبقات اهو من واحدة والتانية اللي من تحتها، واغلف الوش واروح حطها في الصينية تاني ترتاح. دي بقى طريقة تانية من الفرد. بعد ما فردناها هروح جايبينها كده، تمام. هندهن زبدة بسيط، لو عايزة زودي، وهروح جايبة الطبقة التانية فوقيها بالشكل ده. بصي، وهجيب التانية برضو كده عشان الناس اللي مش عايزة تستخدم القطعة، واجيبها كده وتتسد. خلاص خلصت. اتأكد اني قفلتها بالشكل الجميل ده وخلاص شكلي مستطيل. هدهن وشها بسيط من الزبدة اللي هي اللفت اوفر اللي كانت في الطبق بستخدمها. قلت ادهن وشها وغطي عليها ترتاح شوية. ترتاح قد ايه؟ ترتاح بقى زي ما هي عايزة. ممكن ترتاح ربع ساعة، 20 دقيقة، نص ساعة. ممكن تحطيها جوه التلاجة وتغطي عليها، واروح احطها في الطاسه سخنه واوديها على البوتاجاز على درجه حراره تحت المتوسطه واسيبها دقيقه. ما اعملش اي حاجه، بس اول ما احطها على البوتاجاز في الطاسه دي اغطي عليها، احط غطا عليها عشان البخار يخليها تستوي من جوه، عشان ما افضلش اضغط واعمل والحركات دي. لا، اسيبها هي دقيقه ودرجه حراره البوتاجاز موزعه عليها على تحت المتوسطه، وبعدين اقلبها الاقي شكلها كده. بس ان درجة الحرارة تكوني بس انتي مظبطاها، ما تكونش عالية عشان ما تحرقش الفطيرة وتبقى من جوه عجين. تمام. وابتديت بقى بدل ما اشتغل في طاسة واحدة اشتغلت في 2. ماشي. في حاجة احب اقولك عليها، العجينة لازم ترتاح بعد ما تقطعي، بعد ما تتعجن تغطي عليها ترتاح شوية. ترتاح حوالي قد ايه؟ ممكن ترتاح حوالي 20 دقيقة، وبعدين تجيبيها تكوريها وتروحي مغطية عليها ترتاح تاني حوالي 10 دقايق، ربع ساعة. تمام. وبعدين تبتدي بقى تفرديها كل ما ترتاح، يعني هتاخد لها بتاع ساعة في كل ما تجمعيهم كلهم مع بعض. كل ما ترتاح، كل ما اول ما تحطي ايدك عليها الفرد هتفرد على طول. دي نصيحة ليكي، اول ما ترتاح هتفرد معاكي. تمام. بصي، فطير 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 فطير، ما فيش معنى تاني غير ان هو فطير طبقات طبقات، ورق ورق. انا مش عارفة اصور لكم، انا ظلمة على فكرة. انا بعد ما عملت الفطير غطيت عليه، كل اللي تطلع احطها اغطي عليها بالبلاستيك واحطي عليها فوطة. ممكن لو لقيتي الحروف ناشفة منك رشي عليها بالبخاخة مية بسيط، اوعي تزودي الدنيا. تمام. او تدهني وشها بسيط من السمن وتغطي عليها. لو جيتي تاني يوم او تالت يوم او بعد اسبوع كنت عامله كميه كبيره ولقيتي الحروف ناشفه منك او هو ناشف من بره، هاتي معلقه ميه واحده بس رشيها من فوق وغطي عليها. حطيها على درجه حراره هاديه على البوتاجاز، سيبيها من دقيقه لدقيقتين على درجه هاديه من البوتاجاز. تمام. هتلاقيها بقت احلى من ما كانت فريش، يعني احسن من ما هي لسه معموله. هو ده عايزه اقوله. تمام. يعني الفطير شغال النهارده وبكره وبعد بكره، شغال معاكي لحد اخر دقيقه. انجوي يا جماعه.